في قديم الزمان كان هناك أميرة أخذ منها مملكتها دوق شرير. لكي تستعيد حجمها الطبيعي وتستعيد تاجها الملكي. يتوجب على الأميرة ورفاقها العثور على كتاب الحيل العجيب. ميلادا سعيدا يا أميرة. لم يكن من داع إلى ذلك. عطري المفضل. افتحي هذه، افتحي هذه. أحببتها صحيح؟ تحتوي على شفرة مصنوعة من التيتانيوم المقوى، مضمونة لمدة 4 سنوات مع صيانة مجانية. أحبت الهدية، أعتقد أنها أحبت الهدية. انتظري، ثمة هدية إضافية. كيف أبدو؟ رائعة، مذهلة، تبدو جميلة عليك. رودريك، إنك مشاغب. كان المنشار هدية عبارة عن هفوة. كدت أصدقك. أنا؟ لا، لم أهديها حقيبة، أليس كذلك؟ هل فعلت؟ إنني خائف، إنني خائف. لست أفهم، من أهدى الأميرة الحقيبة؟ إنها هديتي أنا. ألست شريرا لطيفا؟ ما الهدف؟ حسنا، سأقول لك. إنها حقيبة تتضمن حيلا. أترى؟ إذا عثر المتصيدون على الكتاب قبلي وأصبح في عهدتهم ستنذرنا الحقيبة بذلك. حسنا. ثم أحصل مباشرة على الكتاب. حقيبة؟ حقيبة، هذه خطتك؟ هل جننت؟ نشاط على الحجر التزييني، نشاط على الحجر التزييني. ما الأمر الآن؟ تتمتع حقيبتك بعقل خاص بها. وقعنا في ورطة. إنك متشائم كثيرا يا ريكس. إنها أخبار رائعة. خلصتنا الحقيبة من الأميرة ورودريك. انتهت مشكلاتنا. كلمات أخيرة شهيرة. أيتها الأميرة، سيد رودريك، أين أنتما؟ لا أثر لهما؟ لم أجدهما في أي مكان آخر أيضا. ربما ذهبا إلى القرية. أمي، أمي، أبي. يبدو أن جوين ورودريك ليسا الوحيدين اللذين أضعناهما. عفوا، إننا نبحث عن صديقين لنا، فارس وأميرة. انضما إلينا، لقد أضعنا كل البالغين. أنا أحتاج إلى المساعدة. المفروض أن يأخذني جدي إلى المتنزه. الشيء الوحيد الذي عثرنا عليه هو هذا. إنها الحقيبة التي أهداها السيد رودريك إلى جوين. ليست حقيبة عادية، فكما كان يقول الجد، إن حقيبة المرأة أحجية في حد ذاتها. أعتقد أنها ليست عادية، إنها قبيحة نوعا ما. لا أحد يتحرك. لا تخافوا، لن نؤذيكم أبدا. إنها لا
كما اعتقدت تماما، إنه إيصال بالهدية. حرر لدوق. حصلت على إيصال هدية؟ لماذا فعلت ذلك؟ أردت أن أتمكن من إعادتها في حال لم تحبها. أعتقد أن هذه الحقيبة العجيبة لها علاقة بصديقينا المفقودين، والمرسل هو دوق. إنه الوحيد الذي يعرف ماذا جرى. أريد أبي. انتظروا، أعتقد أن لدي خطة وسأحتاج إلى مساعدتكم جميعا. لا يبدو الأمر جيدا. إنك تبالغ يا ريكس. في أي خطة سيفكر ويليام المضجر والمثير للشفقة، إضافة إلى أنها على بعد مئات الكيلومترات منا. أو سأضع موسيقى صاخبة جدا. أسمعت يوما بموسيقى الراب الممزوجة بالهيب هوب؟ ما معنى هذا ها؟ نريد أن تعود الأميرة والسيد رودريك، ويريد هؤلاء الأولاد أن يعود أهلهم. إذا إلى حين عودتهم إنك مسؤول عن كل فرد منهم. يحتاجون إلى تبديل حفاظاتهم وأطعامهم. تحتاج الثياب إلى الغسل، ويحتاج الأولاد إلى المساعدة في الفروض. لن أفعل ذلك أبدا، لم أفعل ذلك قط. لن تروا أميرتكم وفارسكم مجددا. افعل ما يحلو لك. سررت بمعرفتك. أوه لا تفعل ذلك، ستساعدني في حضانة الأطفال. أتمنى أن تنجح خطتك ويليام. كنت جاهزة لأري دوق مهاراتي. كم من الوقت سيصمد في رأيكما؟ أمهله حتى نهاية الحلقة. أتظنان أن السيد رودريك والأميرة في خطر أو أنهما يتعذبان؟ لو عرفت ذلك لقفزت إلى داخل حقيبة نسائية منذ سنوات. هيا هذا جيد فعلا. خذ، لذيذ جدا. هذا مضحك. هذا رائع. إنها كرة. لا. كيف يقوم الأهل بذلك؟ لا يمكنني أن أحل شيئا من هذا الفرض. أنا جائعة. في البراد طعام. ما عدت أستطيع تحمل هذا الوضع. حرر أهلهم. لا. حررهم أرجوك. حسنا، أنا أستعين بالخدع. كيف يمكنني أن أساعدك؟ إنني أتكلم على الهاتف. انقل الأولاد إلى الغرفة الأخرى. أين كنت؟ ثقبت طبلة أذني. أجل، حسنا. ابتعت حقيبة نسائية وقد ابتلعت كل البالغين، وأحتاج إلى حيلة لإخراجهم. أكانت هذه الحقيبة العجيبة مصادقة من قبل لجنة الخبيرات بالموضة؟ لا أعتقد ذلك. لا يستطيع فتح الحقيبة سوى الذي أرسلها. ستبقى عالقا إذا لم تصحح ما بدأته. ريكس، ماذا أفعل؟ ريكس. الطريقة الوحيدة لتحريرهم هي أن أفتح الحقيبة بنفسي، لذا رجاء دعني أفتحها. دعني أستشير شريكي. يا سيد، أنا جائع جدا. في البراد بعض الأطعمة. تشاورنا في هذا الشأن ووافقنا. يمكنك فتح الحقيبة. لا يستطيع أي رجل أن يفتحها. ربما عليك أن تتنكر في زي النساء لكي تفتحها. هذا ضروري فعلا. بالنسبة إلي لا تليق له القبعة. أشاطرك الرأي. أفضل بكثير. هذا يبدو رائعا. واو، هذا مذهل. رائع. يمكننا أن ننهي المسألة.
والآن حان الوقت للاختبار الفعلي. هل تتمكن من خداع الحقيبة؟ انتظر، خبئ لحيتك. ستنفجر. بعودتكما. أوه، كنا نستمتع كثيرا بوقتنا. جيد أننا عدنا. خدعتني أيتها الحقيبة البائسة المثيرة للشفقة. أريد استعادة مالي. حذاري، ساعدوني. يليق به الزي التنكري كثيرا. لأنك لم تحبي المنشار أيتها الأميرة، تفضلي. أوه سيد رودريك، لا داعي لذلك. ميلادا سعيدا. أوه وإذا لم تعجبك هذه، ماذا عن هذه؟ أو ربما هذه، أو هذه. هذه. لا داعي لذلك. هذه جميلة لا جدا. داعي لذلك فعلا. ماذا عن هذه؟ هذه.